المشاهدين الأعزاء في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا دوما. زي ما عودناكم في كل حلقة حنتكلم عن موضوع، والليلة موضوعنا عن التصيد والتملق. يعني شنو تصيد وتملق؟ يعني تصطاد لك حاجة وتصطادها زي كأنك عايز تصطاد لك فارة أو سمكة. وفي بعض الأحيان البنت بتكون كافية شرها خير من الأولاد ديل وماخذة حذرها منهم، لكن بيكون في ولد بيستقصدها وخاتيها في راسه، ومرات بيتحدى أصحابه إن أنا البنت دي حصل ليها. يبدأ التصيد تاني يوم يجيها من الصباح: يا أخت سلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن دفترك بتاع المحاضرات ألخص منه؟ وهي طبعا بكل براءة جدا: بس عليك الله حافظ عليه. كيف ما حافظ عليه وده حقك انت، والله حافظ عليه واشيله جوا عيوني دي. ويشيله يمشي البيت تاني يوم يجيها من الصباح: شكرا ليك يا أخي، كتر خيرك وهناي، بس عليك الله عندي طلب واحد، ممكن أعزمك في الكافتيريا بتاعت الجامعة هنا ما بعيد، بس عليك الله ما تكسفيني. وهي طبعا بكل براءة عشان ما تحرجه: وجدا ما عندك مشكلة، وتمشي معاه. يبدأ التصيد والتملق فيها من هنا. وصاحبنا طبعا يبدأ التملق من هنا: والله يا أخي أنت بنت مهذبة، ويا ريت البنات كلهم زيك، وأنت والله عجبتيني من ما يوم اديتيني الدفتر بتاعك، وممكن تديني رقمك عشان أتواصل معاك في إطار الدراسة وكده، وأنا بحبك وحاسة إنك مرتي، وأنت إنسانة مرتبة ظاهر في دفترك. وصاحبتنا بهناك تصدق الحنك وخلاص تبدأ في الأحلام وتعيشها معاه. وفجأة تبدأ المشاكل. وفي نوع في المركبات العامة من ما يجي يقعد جنبك بيديك إحساس إنه هو الزول المحترم داك، ومن ما يقعد يبدأ يتملق فيكي. ومرات بيسألك الساعة كم، توريه ساعة، بعد 5 دقايق ممكن يطلع التليفون يكتب لك رقم، والنظام ده رقم يشيريه ما شغلتي بالرقم. ممكن عديل في نوع جريء عديل بيقول لك ممكن تديني رقمك، والله انت من انا قعدت جنبك هنا حسيت بك انك انت انسانه محترمه وحتكوني ست بيت وكده يعني، وانت عجبتيني هنا، وهي العويره تقوم تديه الرقم. وفي نوع ثاني في الجامعة يبدأ يتملق على البيت، أول ما يلاقيها يسلم عليها يسألها من الساعة، توريه ساعة يقول لها: أي والله صح ساعتك مظبوطة، يمشي يخليها. يجيها ثاني يوم يلقاها برا يسلم عليها ويقول لها: هاكي ده رقمي، عليك لما الدكتور يجي اتصلي لي. أول ما الدكتور يجي وهو فلان يكون قاعد منتظر المكالمة، أول ما الدكتور يجي هي تتصل له هو يقوم يسيف الرقم، بعد المحاضرة تخلص يقوم يتصل لها نظام عايز يشكرها فيها: شكرا لك وما قصرتي هناك، بيناتنا واتسابات. بالليل يبدأ ليك الحنك والرسائل والمكالمات والهناي، وهي الهبلة يكون تم اصطيادها بنجاح. طبعا في نوع من الاولاد بيكون الشفت ده محنك مع كم واحده في وقت واحد، عينك يا تاجر، يعني بيكون قاعد مع دي يقوم من جنبها يقعد مع دي، ومفهم كل واحده فيهم انه هو ما عنده بيت غيرها في حياته، وما بيتعامل مع كل البنات زيها، وانه هي دنيته وهي عالمه، والبنات دي المتحكحكات ومتلصقات فيه وساكت وهو ما عندهم له حاجه. يعني فهم زي ده. والبنات الطيرات بيكونوا مصدقين، يعني هي شايفاه وهنداك قاعد مع واحده تانية، لكن خاطه في راسها انه البنت دي هي اللي عايزاه وهو ما عنده ليها حاجه. وده طبعا بيسموه كازانوفا. عليك الله يا بيت واحد زي ده بترضي يكون ابو اولادك؟ ياخده بعدين اول درس هيعلمه لولدك كيف تكون متملق ناجح في 7 ايام. طبعا في نوع تاني بيجي داخل عليك بكل براء يديك احساس انه الزول ده محترم وبريء وكده، يجي خاشي عليك بحنك نحن اصحاب، ويتونس معاكي وهناك كانكم اصحاب لكم 20 سنه، يلا، ويبدا اهتمامات مكالمات، ويوصلك من الجامعه لحد البيت حتى لو طريقكم ما واحد، ويجي يقول لك: والله انا تعودت عليك وبقيت اشتاق لك، يا ربي ده شنو البيناتنا ده، احتمال ربنا قاسمنا لبعض. ولما خلاص انت تتعودي عليه شديد ويلقى واحده احسن منك يبدا يتملص شويه شويه، ويجي يقول لك: والله البيناتنا ده كانت صحبه واخوان ما اكتر. وفي نوع بيصل لدرجة انه يرسل لك واحدة تعمل فيها صاحبتك واختك وكده، والموضوع يصل للبيوت، تجيك في بيتكم عشان يكون في ثقة بينك وبينها، عشان هي اذا بقت عيانه واحتاجت لك في حاجه انت تمشي لها في بيتهم عادي، في حين انه هي بتكون لا عيانه ولا محتاجه لك، لكن بيكون ده جزء من خطه بينها هي وبين الزور المتصيد ليه كده. والاولاد عايزه اقول لكم حاجه: ما تشوفونا نحن ساكتين وعاملين رايحين تقولوا نحن ما فاهمين حاجه، لا، نحن الاعيبكم كلها بقت مكشوفه لينا. وعايزه اقول لك حاجه: البيت اللي انت بتتصيد ليها دي بتلقى واحد بهناك بتصيد لاختك او بنتك او مرتك، يعني كما تدين تدان. وصيتي للبنات لازم تكوني مدركه واعيه باساليب الاولاد. في بنات مدركات وواعيات وعارفين الاولاد ديل بيعملوا شنو وعايزين يصلوا لشنو، وفي بنات ما ناقشات الحبه، ديل بيكون جايين من مجتمع ما تخالطوا فيه مع الاولاد الخبيثين ديل. في النهايه ما تكون عندك ثقه مطلقه بالاولاد ما لم يصل بيتكم وعلاقتكم تبقى في النور كسرة. نحن ما ضد انك تتعاملي مع الاولاد او تخشي في علاقات مع الاولاد، بس خليكي واعيه ومدركه للحاجات الحاصله حولك. وفي الختام ما تنسوا تعملوا لنا اللايك شير والسبسكرايب.